يحكى أنه في القرن ال13 كان ملك الصين يقود سيارته الفاخرة حينما حدث بها عطل أدى إلى توقفها، فحزن الملك حزنا شديدا. واشتد حزنه لأن السيارة كانت هدية من والده المتوفى، فغضب الملك لأنه لم يستطع إيجاد من يصلح هذه السيارة، وأمر الجنود بالذهاب والبحث عن من يستطيع إصلاح هذه السيارة. فانطلق الجنود حول العالم باحثين عن الرجل المناسب، وقد انطلق القائد بيلا إلى شبه الجزيرة العربية، حيث انتشرت بعض الشائعات عن وجود رجل موهوب يستطيع إصلاح جميع السيارات. فتم اختطافه وأخذه إلى غرفة مظلمة، وتم إخباره بأن عليه إصلاح سيارة الملك، وتم التأكيد عليه بعدم التحدث أبداً وعليه إصلاح سيارة الملك فقط. وفي اليوم التالي أخذه الجنود لبدء العمل. وفجأة بعد عدة ساعات أنهى الرجل الموهوب السيارة بسرعة فائقة، فوصل الخبر إلى الملك وتم استدعاء الرجل. ولكن بدأت المشكلة حينما طرح الملك الأسئلة. 숭수바, 수구수바. وتذكر الرجل القائد بيلا. أنا مع بيلا. مع بيلا. 수구르바, 마벨라. 숭구시바, 싱숭바바세, 마벨라. وهتف الشعب مع بيلا، وعاد الملك لقيادة السيارة الفاخرة. وعلى هذه الحادثة تمت تسمية المعبيلة بهذا الاسم.